السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هعمل معاكم ملكة الحلويات في رمضان وهي الكنافة. هنعمل الكنافة النهاردة كنافة بالكريمة او بالقشطة الكدابة. تعالوا اول حاجة نعملها هي القشطة الكدابة او الكريمة. المقادير بتاعتها: عندي نص كيلو من اللبن، 4 معالق من الكريم شانتيه، معلقتين كبار من النشا، كيس من الفانيليا. تمام. المقادير دي يعني بتكفي صينية كبيرة وكمان تفيض. ونجيب بقى الحله بتاعتنا ونفضي فيها النص كيلو من اللبن وكمان النشا والكريم شانتيه والفانيليا. تمام. هبتدي ان انا اقلبهم على البارد علشان اضمن ان كل حاجه من المواد الجافه بتاعتنا اللي هي النشا والكريم شانتيه دابت معايا في اللبن عشان ما تكلكعليش او ما يبقاش ليها طعم كده مع الكريمه. طيب انا ممكن اضيف ايه ليها بقى تاني؟ ممكن تضيفي مكعب زبده، ممكن كمان تضيفي معلقتين كبار مثلا قشطه من وش اللبن، او معلقتين كبار من القشطه اللي هي المعلبه. ممكن تضيفي كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا. كل الحاجات دي بتديها دسامه وبتديها طعم حلو جدا. طب انا الوصفه دي هعمل بيها ايه تاني غير الكنافه؟ الوصفه دي اعتمديها، لان دي انا معتمده الطريقه بتاعه القشطه الكدابه دي من سنين او من زمن الزمن. هتعملي بيها بسبوسه، هتعملي بيها جلاش، هتعملي بيها الكنافه، وكمان ممكن تحشي بيها القطايف. يبقى دي القشطه الكدابه اللي انا هستخدمها طول شهر رمضان معاكم. زي ما انا قلت مقاديرها سهله جدا. دلوقتي انا هرفعها على النار لغايه لما تستوي معايا وتبدا تتقل، وبعدين ارفعها. طول ما انا شغاله فيها هبدا اقلب. تاني حاجه اعمل معاكم، هنعمل معاكم السيرب او الشربات. يبقى انا معايا المقادير ايه بتاعه السيرب. معايا كوبايتين من السكر، قدام منها كوبايه واحده بس من الميه، ونص الليمونه هاخد منها يعني نقطتين 3 كده. هبتدي ان انا اضيف الكوبايتين من الميه في الحله او في اي حاجه انت هتبتدي ان انت تسوي فيها السيرب بتاعك. وبعد كده هضيف لهم الكوبايه من الميه. تمام. وعصرة الليمون. زي ما احنا عارفين ان شربات الكنافة بيبقى تقيل، ما بيبقاش خفيف. بيبقى تقيل ليه؟ علشان الكنافة بتاعتي ما تعجنش. لو الشربات بتاعك خفيف الكنافة بتاعتك هتعجن، لان هو هيبقى عامل زي المية، هتنزل على الكنافة يبقى معجن معاكي خالص. طيب دلوقتي انا بقى بحب ان انا التكه دي علشان ما يسكرش معاكي، علشان الشربات ما يسكرش معاكي، كل اللي انت هتعمليه ان انت تفضلي تقلبي في السيرب بتاعك او في الشربات بتاعك على البارد من غير ما اطلع بيه على النار خالص، لغايه لما احس ان الشربات ابتدى او السكر ابتدى يسيح معايا في الميه. هبدا ان انا ارفعه على النار، واضمن ان انا اكون مثلا لغايه لما يغلي اكون معليه، وبعد كده هبتدي ان انا اوطي النار. ما اقلبش خالص بقى، انا قلبت بره اهو، ما اقلبش على البوتاجاز خالص. اول ما يغلي اسيبه مثلا 5 دقايق كده، وبعد كده اروح عصره الليمونه واروح طافيه عليه. انا دلوقتي شغاله على البوتاجاز على السيرب، ودلوقتي ادي الكريمه بتاعتي جاهزه. بصوا القوام بتاعها، ده هو القوام اللي احنا عايزينه، قوام حلو جدا. هبتدي بقى اجيب طبق او بوله، وهفضي فيها الكريمه. هفضي فيها الكريمه ليه؟ علشان تبتدي تبرد، لان انا مش عايزاها سخنه خالص، انا عايزاها بارده. تمام. هي زي ما انتم شايفين الكميه بتاعتها حلوه قوي. في الحاله دي ممكن اضيف ايه بقى؟ ممكن تضيفي شويه بشر شوكولاته بيضه، هتديها تيست حلو جدا جدا جدا. ابشري الشوكولاته البيضه وهي سخنه كده الكريمه، حطيها عليها وقلبي، هتسيح معاكي وهتديلك تيست حلو جدا جدا معاكي. هتبقى طعمها مميز جدا. دلوقتي انا خلاص نزلت كل الكريمه اللي في الحله بتاعتي، هبتدي ان انا اركنها على جنب علشان اضمن انها تبرد معايا. نعمل بقى ايه تاني؟ نجهز حاجة الكنافة. تعالى نشوف هنجهز ايه. مقادير بقى الكنافة اللي هي الأساسية بتاعتي. عندي نص كيلو من الكنافة. الكنافة دي أنا شاريها من امبارح، خدتها من الكيس من الراجل، حطيتها في الفريزر. طلعتها النهارده، ضمنت انها اتجمدت، وبعد كده مسكتها في الكبه او بين ايديكي كده تفركيها لغايه لما تبقى معاكي زي الشعريه. بص شكلها عامل ازاي. لازم في الكنافه اللي هي كنافه مكسرات، كنافه حشو شوكولاته مثلا، كنافه بالكريمه زي اللي انا عاملاها، تبقى يعني مفروله كده زي الشعريه. معايا ايه مقادير تاني؟ معايا معلقتين كبار من السكر البودر، وده مهم جدا جدا، اللي هو اللي هيديني اللون الحلو اللي احنا بنشوفه في المحلات للكنافه. وكمان معايا كوبايه من السمنه، انا مش هستخدمها كلها وهتشوفوا دلوقتي انا هستخدم منها قد ايه. هبتدي ان انا اضيف السكر على الكنافه. طبعا مش هينفع ان انا اقلب
المقادير دي في قلب البوله الصغيره دي. فانا جبت طبق بلاستيك كبير وفضيت فيه نص كيلو كنافه مع السكر الباودر اللي انا قلت عليه. ينفع اضيف ايه تاني بقى في المقادير دي؟ ممكن تضيفي كيس برضو من الفانيليا، بس انا ما ضفتش الصراحه. هبتدي بقى ان انا اقلب. عايزه كل الكنافه تكون اتبدرت من السكر البودر او تقلب معاها السكر البودر خالص. يعني كل حته من الكنافه زي ما انا قلت ان السكر البودر لازمته ايه هنا؟ لازمته ان هو اللي هيديني اللون الحلو اللي احنا بنشوفه، او بيديني الحمار، اللون الحلو المحمر اللي احنا بنشوفه في الكنافه الجاهزه. هبتدي بقى ان انا انزل بشويه من الشربات، سوري، شويه من الزيت او السمنه اللي احنا عاملينها، وهبتدي ان انا اقلب لغايه لما كل الكنافه بتاعتي تبتدي انها تتجانس مع السمنه. ما تحطيش كميه السمنه كلها الاول، حطي حبه بحبه لغايه لما تشوفي انت كده استكفيتي ولا لا. او هوريكي دلوقتي انا بعرف ازاي انها خلاص استكفت مش عايزه تاني. دلوقتي انا ببتدي اقلب. قلبي وقلبي بايدك كمان مش بالمعلقه زي ما انا عامله، لغايه لما كل الكنافه تكون اتشربت من السكر البودره وكمان السمنه. تمام كده اتقلبت اهي زي ما انتم شايفين. اخد بقى حبه بين ايديا وامسكهم كده افعصهم او ابرمهم بين ايديا. لو مسكت معايا يبقى انا كده خلاص تمام، لو تلاقيتيها بتفرول في ايدك يبقى انت كده محتاجه شويه من السمنه. اجيب بقى باقي كوبايه السمنه اللي احنا ما خلصناهاش وابتدي ان انا اخد منها واحط في الصينيه وادهنها كويس جدا من الجناب ومن الارضيه. تمام. وبعد كده هبتدي ان انا انزل عليها الكنافه. نبتدي بقى بعد ما دهنت الصينيه نبتدي ان احنا ننزل الكنافه في قلب الصينيه. حاول كده بالويم ان انا اخد نص بس في النص الكنافه بس، لان في طبقه تانية. بس انا هستخدم ايديا دلوقتي، مش هينفع ان انا استخدم غير ايديا. هاخد وهبتدي ان انا افرد الصينيه، افرد في الصينيه. وانا بفرد هعمل زي سور كده في الصينيه من الكنافه. بصوا انا بعمله ازاي. والسور ده لازمته ايه؟ او الحافه اللي انا بعملها من الكنافه دي لازمتها ايه؟ لازمتها ان اللي انا لما اجي احط الكريمه ما تقعش في الصينيه من تحت وتحرق لي الدنيا وتتحرق وتبوظ لي شكل الكنافه لما اجي اقلبها. دلوقتي اللي انا بعمله ان انا بعمل سور. لازم تضغطي كويس جدا. لا تنسيش كمان ان الطبقه اللي انت بتضغطي فيها دي هي اللي انت هتقلبيها، وهي اللي هتبقى شكلها حلو لما تيجي تقلبي الصينيه بتاعتك. يعني اضغطي كويس قوي. الطبقه دي اللي هتضغط معاكي كويس قوي. ما تنسيش كمان ان الطبقه اللي على الوش مش هتضغط علشان ما تفعصليش الدنيا. كده بقى تدوري تشوفي حته مفرغه، حته ما فيهاش الصينيه باينه. اهم حاجه في الطبقه الاولانيه دي ان مفيش حته في الصينيه تكون باينه، او في حته ما فيهاش كنافه. ليه؟ لان انا لما اجي احط الكريمه مع التسويه بتاعتها ممكن تروح واقعه في قلب الصينيه من تحت وتحرق لي الدنيا ويبقى شكلها مش حلو. كده انا عملت. بصوا بقى الحرف اللي انا كلمتكم عنه كده تمام. مفيش حاجه في الصينيه باينه والحروف اتعملت والارضيه تساوت وتمام. هبتدي بقى انزل عليها بايه؟ بالكريمه. ممكن اضيف ايه دلوقتي بقى تاني؟ عايزه اضيف شويه مكسرات قبل ما نحط الكريمه حطي، بس انا هستكفى باضافه الكريمه عشان نبقى زي اللي احنا جبناها من بره. كمان لما تيجي تضيفي الكريمه ما تطلعيش بره على الحرف قوي يعني. اعملي حساب الحته اللي بره دي، يعني ما تخليش الكريمه تبقى سايحه على الاطراف. اعملي براحتك، حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها من الكريمه ووزعي وابتدي ان انت تفردي. متنسيش وانت بتفردي تفردي بالراحه علشان ما تطلعيش اللي تحت فوق من الكنافه وتبهدلي الدنيا، والضغط اللي احنا ضغطناه في الكنافه ده يبوظ مننا. حطي زي ما انت عايزه بقى كميه الكنافه اللي انت عايزاها وكميه القشطه اللي انت عايزاها تضيفيها. كده بقى انا فردت القشطه كويس جدا، وضمنت ان انا لما اجي فردتها بالراحه ما بانش حاجه من الارضيه. كل اللي انا هعمله برضو ان انا هستخدم ايديا في التوزيع. الكنافه اللي على الوش هفرفتها كده بين ايديا، وهبتدي ان انا دي بقيه الكميه اللي باينه
بصوا بقى طريقه التوزيع اللي على الوش، ان انا هحاول ان انا انطرها كده على الوش بطريقه يعني اكني بفتفت كده الحاجه بين ايدي. يعني بصوا انا بوزعها ازاي كده زي ما انتم شايفين. انا عاملاها لكم بالتفصيل الممل عشان خاطر اللي ما بتطلعش ناجحه معاه باذن الله تطلع ناجحه معاه، وتطلع معاكم من اول مره مظبوطه، وتشرفي بيها قدام قرايبك وقدام اهل بيتك. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي انا بعملها من زمن الزمن ومعتمده معايا وبتطلع مظبوطه جدا جدا. ان شاء الله تجربوا الكنافه بطريقتي وباذن الرحمن تطلع حلوه وتتشرفي بيها قدام اهلك. على فكرة انا ببهدل قوي الكنافة، يعني بعمل بيها اشكال كتيرة جدا، وده اول صنف هعمله معاكم. عمل يعني ده اول صنف اللي هو بالكريمة. هعمل معاكم اصناف كتيرة جدا جدا من الكنافة ان شاء الله. دلوقتي كده انا فردت بالطريقة اللي انتوا شفتوها، وهبتدي بقى ان انا ابطط بالراحة بالراحة، ما تضغطيش قوي علشان الكنافة ما تطلعلكيش من الجناب. اهم حاجة زي ما انا قلت ما تجيش ابطط قوي علشان الكنافة ما تطلعليش من الجناب، وتبططي بالراحه. ابتدي بقى ان انا الم الجناب اللي انا عملتها سور واديها الشكل الحلو اللي انا عايزاه. طبعا دلوقتي انا مولعه الفرن، انا عايزه سخن بس مش سخن قوي. يعني هسويها ازاي؟ على الشبكه في النص، هتدخل لغايه لما تستوي، احس انها خلاص لمت من الجناب بقى كده وابتدت تضم على بعضها، احس انها واحمرت من تحت، يبقى كده خلاص استوت معايا. لو استوت معايا من تحت ابتدي ان انا اشغل عليها الشوايه من فوق لغايه لما تاخد لون جميل، وبعد كده نطلعها. قبل بقى ما ندخلها الفرن يعني معلقه سمنه واحده بس، وابتدي رشرشها على الوش. بس يبقى انا كده خدت تقريبا يعني كوبايه الا ربع او نص كوبايه ومعلقه كبيره من السمنه، ما خدتش اكتر من كده. دخلتها الفرن، استوت بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. والشربات بتاعي جاهز اهو تقيل قدام منكم. الشربات بيبقى بارد. انا قلبت الصينيه اول ما طلعتها وابتديت ان انا ارش شربات. لو انت يعني لو انت هتقطعيها وهي في الصينيه حطي الشربات عادي، انما انا بحب ان انا اقطعها من بره، اطلعها من الصينيه وبعد كده احط الشربات. بالطريقه دي بضمن انها ما تلزقش في الصينيه. لو انا هحط الشربات الاول في الصينيه وهي في الصينيه اقلب بقى بسرعه بسرعه علشان خاطر ما تلزقش. بس انا قلبتها اول ما طلعتها من الفرن، وابتديت ان انا اوزع عليها الشربات زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي انتوا او بالكميه اللي انتوا عايزينها. كده بقى الكنافه جهزت معايا، سهله جدا وما خدتش معايا وقت، وان شاء الله تبقى معتمدينها معاكم وبالطريقه دي هتنجح معاكم من اول مره. انا عايزه اقول لكم ان انا قطعتها وهي سخنه ولا اتفرولت ولا باظ شكلها، والكريمه متماسكه ولا باظت ولا بوظت الدنيا. عايزه اقول لكم انها بتبقى ناجحه جدا جدا من اول مره. ان شاء الله تجربوها. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم يا رب بخير يا رب، وان شاء الله يا ربنا يجعله شهر الخير والبركه علينا كلنا، وتقبل الله باذن الله. ان شاء الله اللي مش معايا بقى في القناه يتشرفني بالاشتراك فيها، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لعدد كبير وترفعوا